مساء الفل. انا النهارده بقى هتكلم على موضوع انا متاكده انه لامسكوا جدا 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 وحاسين بيه جدا جدا جدا، وغالبا كلنا بنعاني منه بنفس الطريقه وبنفس المستوى عن الام النرجسيه، وهو الام النرجسيه والمرض. اول حاجه عايزين نقسم الموضوع لجزئين. الجزء الاول لما الام النرجسيه نفسها بتعيا، وخلينا نتكلم على موضوع العيا ده مش بس انه عيا، يعني عيا، خبطة، نغزة، قرصة، لمسة يعني اي حاجة تقريفها هي هتتحط في كاتيجوري العيا بالنسبة لها، وهقول لكم ليه بعدين. الشق التاني او الجزء التاني ان حد من ولادها او جوزها لا سمح الله يعيا، يعني ده بيبقى طبعا من اوحش ايام حياته او حياتها، بالذات لو البنت هي اللي عيت، ومش ما بتكونش البنت الذهبيه، طبعا بتكون البنت اللي هي كبش الفداء لو عيت. يلا ما علينا، هتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. طيب خليني افكركم في كل فيديو، هفكركم عن الام النرجسيه ان النرجسيين بيعيشوا علشان حاجتين مفيش غيرهم. كل موقف في حياتهم بيعدي عشان حاجه من دول تتحقق، يا اما سحب طاقه وسحب اهتمام، وانا بثبت ان انا center of the universe، انا مركز الكون، ومحدش يورب او يعمل حاجه انا مش جواها ويلف حواليها زي الكواكب كده ما بتلف حوالين الشمس. او showing off، انا بوري للناس حاجه مش حقيقيه عني او عن عيلتي. طيب بالنسبه للمرض، الام النرجسيه بيبقى هدفها الاول والاخير الموضوع الاولاني اللي هو الاهتمام، سحب الاهتمام وسحب الطاقه، وانا السنتر اوف ذا يونيفرس في الحالتين، في حاله لما هي بتعيا، وفي حاله لما حد من افراد عائلتها اللي مش نرجسيين بيعيا. طبعا لو نرجسي يعي، ابنها النرجسي او بنتها النرجسيه عيت، الموضوع ده بيبقى مختلف، يعني مش هتكلم عليه في الفيديو ده. تمام. طيب اول حاجه هي عيد دي بقى الرينج مفتوح، مش يعني الفيديو مش هجيب ايدي عامله ازاي. الرينج مفتوح من اول ما ممكن صباعها يتخبط في الترابيزه، ممكن مثلا ناموسه تقرصها، يعني الحاجات اللي هي ايه بتاخد ثانيه وتقريفنا وتخلص، دي معانا احنا لا، معاها هي مش كده. لغايه بقى الامراض المزمنه، خدها عندك بقى. التعامل والانفعال والصعبنه والصعبانيات واحساس الضحيه في كل الرينج الكبير ده اللي انا بتكلم فيه، من اول خبطه في باب ولا قرصه لحد الامراض المزمنه، هو احنا بنتعامل في الموضوع على انه مصيبه سودة. حصلت مصيبه سودة، انا اتخبطت او حصلت مصيبه سودة، اكتشفنا مرض مزمن. هي بالظبط نفس الانفعال، نفس الشحتفه والشنتفه، ونفس مش عارفه اتصرف، انا اعمل ايه، انا متبهدله، يا خرابي، انتوا السبب، اكيد انتوا السبب، اكيد. اي حد السبب بقى، اي حد بقى هي مش عاجبها هو السبب في العيا ده، او في الخبطه دي، او في الناموسه دي. ما هو انت سبت الشباك مفتوح فالناموسه جت قرصتني، ما هو الكرسي ده متحرك ملي فاتخبطت فيه، ما هو انا اليوم ما اتضايقت من الموضوع الفلاني جالي المرض المزمن ده. وبالطبع لازم كل الناس اللي حواليها تدفع تمن مرضها، تدفع تمن المرض بانها يا اما اتوجعت، فاحنا لازم كلنا ندفع تمن انها اتوجعت ونتوجع معاها ونزعل كلنا، يا اما ندفع التمن باننا هنخدم عليها وهنعيش تحت رجليها بقى بقيه الحياه، حسب بقى قوه هذا المرض ومدته واللي في دماغها ايه، ان هي تطول بيه او تاثر فيه. لان لو احنا اتخبطنا وعندنا حفله عايزين نروحها مش هيحصل حاجه، بس لو اتخبطنا ونفسنا نتنكد ونقعد اسبوع في البيت ما نخرجش وننكد على اللي حوالينا، هيبقى خبطه الكرسي دي
سبب النكد كله. فهي ملهاش ماسكه، ملهاش رول، ملهاش يعني ايه كتالوج نمشي عليه، حسب مزاجها، ومزاجها هتعمله وهتنفذه. لو ليها مزاج تنكد على البيت كله والشارع والحاره والبيوت المجاوره والبلاد المجاوره هتعمل كده. لو ليها مزاج كان وراها مشوار عايزه تعمله، او كان حد هيشتري لها حاجه ومش عايزه الموضوع ده يعطلها، حلو، هتخلص مشوارها وتشتري وتعمل اللي هي عايزاه ولا ترقص ولا تتشقلب ولا تعمل اللي هي نفسها فيه، وهترجع تفكركم بنفس المشكله، ان انا قبل ما اروح الحفله كان صباعي اتخبط، ومن ذوقي ومن حسن تقديري للموقف ومن لذاذتي وحلاوتي وجمالي رحت الحفله ورقصت ولا كأن في حاجه، بس انا كنت بوجوع، شيلوني بقى للسرير. ستي ما انت كنت زي القرد دلوقتي بترقصي وبتنططي، لا ادفعوا الثمن. انا مش اتبسطت، الله يعني اتبسطت وانا موجوعه وعادي هتعدوا بيها كده عادي؟ لا طبعا، افتكروا ان في مشكله حصلت وفي قصص حصلت وكده. فالفكره كلها ان الام النرجسيه لما بتاعي او بيحصل لها حاجه بتبقى عايزه كل الناس تتعاطف، اي حد هيتكلم في التليفون في الوقت ده ولمده 6 شهور هيعرف ان صباعها اتخبط وورم شويه، هيعرف ان جالها مرض معين، هيعرف سحب الطاقة، سحب الاهتمام، سحب مع يعني خلوا بالكم مني. وطبعا لو هي في وسط مرضها او وسط وجعها بتعمل حاجة، مش بتعمل شغل بيت، قاعدة بحد من الأحفاد، بتأدي أي واجبات من واجباتها، أي حاجة من اللي هي بتعملها، ضحكت حتى، هتمن على اللي حواليها باللي هي عملته. يعني انا بضحك مع اني عيانه، يعني انا قمت احضر الغداء مع اني تعبانه، يعني انا غيرت ملايه السرير مع اني زهقانه. المن بنمن طول الوقت باي مجهود بيتعمل، ده في العادي، ما بالكم بقى لما بتبقى تعبانه او عيانه، يا لهوي دي بتبقى ايام غبره طبعا. والحل الوحيد ان الناس تسيبها وتنزل. ما انت هتسيبيها وتنزلي، هترجعي هتقولك كلمتين هياها بالظبط، هم الكلمتين اللي تسمعيهم لو انت قاعده معاها. انت قاعده ما بتعمليش حاجه، ايوه اعمل لك ايه، عايزه حاجه، لا بس انت قاعده كده ليه، انا يعني اعملي اي حاجه، طيب اعملي حاجه، ما انا تعبانه وقاعده. طب ايوه انت تعبانه يا ماما، انا اعمل ايه، في حاجه في ايدي اعملها لك، يعني في دواء اجيبه، في مثلا مشروب اعمله، لا بس اقعدي كده يعني، اقعدي تضايقي يعني، في ماشيه الموضوع عادي كده ليه. فده اول شق. الشق التاني، لما حد من عيلتها بيتعب، العكس تماما بيحصل، انتي بتبالغي، الموضوع ما يوجعش قوي كده، دول شويه برد، دول شويه مغص، دول شويه بتاع، ما تشربي عصير ليمون وتخلصي نفسك، ما تعملي مش عارف ايه، ما انتي اللي غلطانه، ما انتي ما كانش المفروض تتعبي، ما كانش بقى بتاعي وانتي موعداني ان انتي تنزليني تجيبي لي مش عارف ايه، بقى تتخبطي الخبطه دي، والمفروض ان انتي كنتي هتنزلي ما اعرفش تعملي ايه وتيجي، بقى تعي وتقعدي بقى تعدينا، يوه ايه القرف ده. ده حل. الحل التاني ان هي تعمل نفسها عيانه اكتر منكم. يعني الاب مصدع، يوه على طول مصدع، طب ما انا مصدعه انا كمان، طول الوقت كتفي وجعني وظهري مقافش ورجلي متنيه تحسسه طبعا يعني ان الصداع ده، احمد ربنا ان انت مصدع، انا متبهدله اكتر منك، وقوم كمان خد بالك مني، مع ان هي كانت زي الفل، والله العظيم كانت زي الفل، بس لا، طالما حد تعب يبقى هي لازم تعلي عليه، ما احنا لازم نعلي في النكد، ولازم نعلي في الحاجات اللي بتكسب اللي بتاخد الاتنشن. ف للاسف دي الحقيقه، هي بتضخم من مرضها وبتقلل من تأثير المرض على الناس اللي حواليها، بتبقى عايزة تبقى ضحية جدا وقت ما بتتعب، وفي نفس الوقت ما بتديش فرصة لحد انه يتخدم او يبقى يحس ان هو في رعاية حواليه وفي اهتمام وفي اتنشن حواليه لما بيكون تعبان. قولوا لي في الكومنتس اذا كان ده فعلا بيحصل عندكم، في حاجة تانية بتحصل، في حاجات انا ما خدتش بالي منها او ما قلتهاش عشان انا بقولها في فيديوهات تانية. كان معاكم ماجي حرفوش لايف كوتش. لو الفيديو ده نفعكم يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا، اشوفكم الفيديو الجاي.